صباح الخير، صباح العافية. أتمنى لكم يوم جميل سعيد. يوم أحد. كمية الهدوء اللي بالشارع شي جميلة حلوة قبل ما تبلش الزحمة وقبل ما تبلش الهوسة. يعني اليوم مقدس عندهم، إن كانت بأوروبا، إن كان بتركيا بشكل خاص. يروحون على السفرات، يسوون شو اقول لكم، يسوون يعني جولات، يروحون على عائلتهم كأنما الحياة مثل يوم الجمعة عندنا. فهذا الإحساس مال يوم الجمعة هم يحسوه يوم الأحد، لأنه العطلة مالتهم يوم الأحد. وأصلا حتى يعني آخر فترة الإمارات تبنت هاي الفكرة، أنه ورا صلاة الجمعة تبلش العطلة إلى يوم الاثنين. ما أعرف على مود راحة العامل عندهم، و يعني على مود ليه يتعب العامل من يجي يوم الاثنين بكل نشاطه وكل حيوية يؤدي المهام مالته. لأنه مثل ما تعرفون أنتم فعليا أنه يوم السبت ويوم الأحد ما تكفي، أو يوم الجمعة ويوم السبت بالبلاد العربية، فما تكفي أنه أنت رحت على الصلاة ما أدري شنو، كملت هاي الأمور، خلص اليوم. فبهاي السالفة أنه يعطون يوم إضافي، إنتاجية العامل تزيد، الراحة مال العامل، النفسية مال العامل يرتاح أكثر. فهو هاي الفكرة، العامل إذا ارتاح، إذا الراحة مالته النفسية ترتاح، يقضي وقت أكثر مع عائلته، إنتاجيته تزيد. شلوني وأني أبدع، ما أدري هذا الاتجاه أحسه أحلى. ما شاء الله الخشم ساطع لامع. اليوم نروح على المول شوي نسوي أغراض، نروح على البنك نسحب لنا كم فلس أول شي، وبعدين نتوجه للمول إن شاء الله. خليكم ويانا. طبعا هذا البنك اسمه كويت ترك، هذا تابع لدولة الكويت، واشتراك بين دولة الكويت والدولة التركية. حتى تلاقون هنا أكثر من دولة. اللغة مالتها اللغة العربية لغة أساسية. رحت على ATM مال كويت ترك، لقيتها خربانة، فننطلق إلى الإيش بنك. الإيش بنك هنا ممتاز، يعني من البنوك المحترمة، تعتبر تعطي فرص وشغلات تقريبا مثل النظام الأمريكي اللي هو الكاش باك. بس الكاش باك مالتهم مو فلوس، الكاش باك عبارة عن نقاط. النقاط تحولها إلى قسائم تقدر تشتريها، مو قسائم، اكو ماركتات معينة تقدر تصرف بيها هاي الفلوس. شوف الأجواء ايش قد حلوة، ايش قد جميلة. فصل الخريف وراح نبلش بفصل الشتاء. احنا نبلش بفصل الشتاء. هاي طبعا هاي الباركات بنص المجمعات على مود الأطفال أو الهاي يتونسون. جو بارد بلش يبرد، ايدي بلشت شنو تتحسس من البرودة. هاي المنطقة محافظة يعني من أبرد المناطق الموجودة في تركيا. أنت تتخيل أنه توصل ببعض الأحيان على الجبل، أنا مصورها
صار ب24 أو صار ب30. فدرجة الحرارة مرتفعة. شنو؟ درجة الحرارة منخفضة جدا. خلينا ناخذ عربانة من عربانات الميجروس. ما شاء الله هنا هذا المحل يعني الشغلات كومة. أنا ما أريد أصور الناس، أول شي لا تسوي لنا مشكلة. هذولهم عندهم شغلات هواية، يعني أسعار مخفضة. مثلا هذا 39 ليرة يعني مثلا نقول هذا ب40 كان ب45، عفوا كان ب50 صار ب40. فشغلات حلوة كلش حلوة. هالبورسلين يعني أنا أشتري من عندهم فشغلات كلش حلوة. هاي مال الزينة، هنا قسم الزينة كلها عندنا شموع، عندنا شغلات، عندنا هواي شغلات. يعني شنو تتخيلون هنا؟ هذا المحل الميجروس بالضبط مثل الوالمارت اللي بأمريكا، كبير جدا بشغلات قيامة الله كومة. شنو تحتاج موجود. يعني شنو تفكر، شوف النهاية مالته فظيع جدا. يعني شنو تفكر موجود. هذا أهم شغلة. مال مطبخ، مال كيكات أو مال كعك، حفلات تزيين، شغلات هواي شغلات. يعني مثلا هاي مال القطع، هاي مال بيها الكياس، فشغلات هواي. طاوات. أعطيكم فد نبذة عن الأسعار. هذا التيفال الفرنسية ميد إن فرانس، سعرها 349 350 ليرة هاي الوحدة. هاي الحجم مالتها 28. هواي ماركات شنو؟ هواي ماركات تركية. هاي ماركة حلوة. الفرش أو المخدات، عندهم هنا مخدة فظيعة جدا اللي هي هاي عبارة عن حقن مثل الفوم، يعني فظيعة جدا فظيعة. سعرها 314 315 ليرة. فظيعة جدا وماخذة على شهادات. يعني تخيل مخدة ماخذة على شهادات. بطانيات، لحف، هالسوالف كلها تلاقيها بهذا الماركت. مال كيك، مال تزيين، كل شي تريد. شوف هاي مال الشواء، انواع الفحم. هذا الجل، هذا يستخدموه على مود يعني يشعلون النار. هالشغلات كلش مفيدة. اكو ارخص من عنده طبعا، هذا 24 او 25 ليرة. اكو ارخص من عنده، بس النوعية الزينة اكيد راح تكون غالية. هذا الفحم اللي جربناه، بس هذا شنو، هذا الفحم كلش ممتاز. هذا سعره ب20 ليرة. هذا مباشرة يشغل النار على عواد. هاي المكعبات مال الثلج البلاستيك، اكو مكعبات ثلج شوفها. هاي الوان مكعبات ثلج تصير نحاس شنو، حديد او ستيل. انواع الشوايات، انواع الجنط، انواع اللحف، انواع مال زرع. يعني مال زرع هواي شغلات، تخيل كومة شغلات. هاي انواع التراب البتموس رخيص جدا هنا. شوف هذا، تخيل هذا سعره 12.95. هذا كم كيلو؟ هذا 10 لتر. هنا مال مبيدات او ما شغلات. هنا هواي شغلات تلاقي هواي. بعد سنادين شو محلاها، فظيعة جدا كلش حلوات. هذا مال جام، مال مسح مال جام. هذا تحت 18 درجة يشتغل عادي، ماكو اي مشكلة. السعر مالته 40 مشان تخفض عليه. هذا 3 لتر. الله يعزكم سطلات الزبل بكل احجامها وكل انواعها. وهاي مال الاوتي وغير الاوتي. يبيعون ايضا الاجهزة الكهربائية. طبعا الاجهزة الكهربائية احيانا اشوف اللي قدامنا يعني مثلا ماركة سامسونج. ماركة سامسونج غير انه الموزع مالتها يكون ارخص من بقية المحلات، لا، هذا هنا
عندهم ستوك، يعني عندهم هواية أعداد، فيريدون يخلصوها يسوون عرض عليها ويبيعوها. هواية أجهزة كهربائية، يعني أنا أغلب الأجهزة الكهربائية إحنا نشتريها من هنا أو من ميديا ماركت. الميديا ماركت مالتهم الكفالة حقيقية جدا، يعني أي شيء يعطل مباشرة تودي له إياه، يعطيك شو اسمه ورقة، خلاص تعال تستلمها بعد 10 أو 20 يوم أو هيك شيء. هاي مال الزينة، هاي شو السوالف. يعني قلت لكم بقى هواية شغلات. هاي الأوتي، هذا الفيليبس. شوفوا انتم قارنوا بالأسعار. هذا الفيليبس سعره 2500 ليرة، كلش غالي. الأجهزة الكهربائية عموما غالية، بس الشغلات يعني اللي هنا موجودة، مثلا هنا هذا الكيوي، هذا الماركة الكيوي مو هالقد زينة، بس يعني تمشي الحال، سعره 500 ليرة. هذا الأوتي اللي يصير محمول بالإيد، هيك يصير. أنا عندي واحد من عنده، يعني صار له 3 سنوات يشتغل. شوف هسه هذا البند مال ورق، هذا الواحد من عنده، هذا سعره 94 قرش، وهذا 88 و95. الواحد من عنده، العلبة بيها تجي 5. قصص مال أطفال، هواية سوالف، منظفات، ألعاب. قلت لكم يعني أشبه بالويلمارت اللي موجود بأمريكا، الحجم مالته أحكي. شوفوا هواي يسوون عروض على المعطرة مال آباط، مال تنظيف، حتى كرتون تلاقي يبيعون كرتون. موجود مخبز داخل شو اسمه المحل، هم يخبزون هنا. شوف هذا الصمون، الصمون مالتهم فشي فظيع. عندهم هنا انواع من الصمون اللي هو يصير هذا النوع، واكو انواع تكون سمرة. شوف هذا النوع جديد ما كان موجود، يصير 5 بباتية، كلش ممتازة ذاك الطعم مالته، بس هذا كلش حلو. يعني انا مجربه هواي من انهم عندهم اكو هاي شو اسمه التورتيلا وغير التورتيلا، كله موجود تقدر تلاقيه. كعك، اكو هنا هم يسوون شو اسمه مثل الفطائر او غير الفطائر. هواي يسوون عروض هنا على، قلت لكم المنظفات. يعني شوف المنظفات هنا بكل انواعها، واحلى شغله انه شوف كل واحد قسم. يعني هذا القسم مال المنظفات، القسم مال تايد او غير التايد، القسم مال اكل، القسم مال نساتل، قسم مال مشروبات، كل شيء له قسم محدد. شوف هذا الزيت غالي جدا صاير هنا. اكو هذا منزليه جديد، هذا بخاخ اسمه يوموش. هذا على مثل السبراي، بدال الاوتي يستخدموا صايرين. يعني هاي شغله جديده وما اعرف يعني هل تفيد او لا، بس يسوون عليها اعلانات بشكل كلش هوايه. منزلين السعر مالته، هذا سعره 30 ليره، يعني يستخدمون بدل الاوتي. انت عندك طالع بسفره مشاي الاوتي، بس ترش عليه 10 دقائق او ربع ساعه يصير مكوي مثل المكوي. ما اعرف شو ما اصدق بهاي السوالف اني. شوف هذا الزيت 18 لتره، السعر مالتها 554 قرش. اللترة شوف هنا مكتوب اللترة سعرها 32 و47 قرش. هواي شغلات، اكو انواع هواية من الزيت، اكو هواي انواع من السكر. شوف هسه هاي العروض، مثلا يقول لك اذا تشتري ب75 وفوق من الشاي هذا تحصل على 15 ليرة تقدر تستخدمها. انواع مال النسكافيه، انواع النسكافيه بكل اصنافه، هواي نسكافيه جولد، النسكافيه الكافينيت،
نسكافيه قلت لكم جوكوبس. اكو هواي انواع للنسكافيه. وعندهم اهم شغله مال القهوه، مال طحن مال القهوه او طحن البهارات. عندهم هواي شغلات مال تنحيف وما ادري شنو، هاي مجربها. هذا الشايات مختلفه. هاي القهوه المفلتره، هاي الفلتر، هاي القهوه القهوه المفلتره. اكو اكواب او ظروف تفلتر مال القهوه. هاي اكو انواع، اكو يعني هواي شغلات، هواي شغلات. هاي القهوه التركيه مهمة افندي، هذا اللي موجود باسطنبول، هم يبيعوا. ال100 جرام سعره 23 ليرة ونص. السحلب هواي عندهم، هاي من نسلة. اكو هذا الماركة مالتهم اللي هو الميجروس. دائما ماركة الميجروس ارخص من بقية الماركات، يعني هو الماركة مالتهم الخاصة. هواي عندهم شغلات من ماركة الميجروس. يعني شوف هذا اللاتيه سعره ليرة و75، بين البقية 92 3. فيشجعون المنتجات مالتهم. شوف لي كمية أنواع الشوفان بكل أحجامه هنا. هذا الكوكو كوبس، الرقائق الذرة، كل أنواعه هنا. هذا مال شغلات الصحية يعني. هذا كل أنواع وأشكال الجرانولا، هاي جربتها ممتازة جدا جدا طيبة. شوف هسه هذا مثلا 350 جرام ب 18.90. اكو ارخص من عنده، اكو اغلى، حسب الماركه حسب النوعيه مالته. شوف هسه هذا نسكويك سعره 46 90 جرام 90 قرش. ال 900 جرام مو الكيلو. يسوون عروض يحطون بها مثلا العاب او الوان، يشجعون الاطفال يشترون من عندهم. هذا الحليب اللي بيه بروتين من شركة بنار. اكو ايشيم، وهواية اكو شركات تقدرون تستخدموها، هذول اللي يلعبون رياضة او غير شيء. شوف هسه هذا مثلا بيه 26 جرام من هذا لاكتوز بدون لاكتوز. اكو مليان الياف. اكو 30 جرام من البروتين، مثلا هذا الايشيم 30 جرام من البروتين. اكو انواع هوايه. شوف هذا السعر مالته مثلا 24 95، هذا 21 90، 21 و90. هذا النص 500 ملي، هذا ال 500 ملي. اكو هوايه اشكال. انواع الرز، انواع التمن. شوف هذا الحبه المكسره، اكو الحبه الطويله تشيك بودا اللي هو هذا اني محتاجه. هذا سعره النص كيلو 30 ليره. شوف هذا التمن، الحبة الطويلة سعرها 37 و50 قرش ال 500 جرام. هذا نجيبه. اكو هواي انواع للرز. شوف يعني ايش احكي لكم، هواي بس انواع. يعني انا اقول انه تشترون من برا ارخص، يعني اوفر. شوف هاي من اسبانيا. هذا هذا شو اسمه، العدس الاسود من اسبانيا. هذا العدس الاسود من اسبانيا. هذا الماش اللي هو من اوزبكستان. هذا اوزبكستان. هذا التايلاند، هذا التمن التايلندي. هذا التمن الهندي. هذا التمن الهندي سعره ال 500 جرام النص كيلو 40 و90 قرش. غالي. أنا محتاج الكيتن، هذا الكتان. هذا الكتان ال 500 جرام 23 و90 قرش. بعد شوف النظافة مالته. هذا هم اشتري، كلش نظيف. واكو هذا البياض كينوا، اللي هو هذا من البيرو. هذا من روسيا. الروزوتو، التمن الروزوتو هيك يصير الشكل مالته. هذا من ايطاليا. السعر مالته 34 90 قرش لل 500 جرام. انواع الطحين، طحين المعجنات، طحين للكيك، طحين للخبز، طحين هواي شغله. شوف هذا الطحين اللونه زهري، هذا بنفسجي. هذا النيو جلوتين فلاور، يعني نسل مور اون. اول مره اشوفه.
500 جرام سعره 24 و90 قرش. هذا هم اللون شو اسمه بنفسجي. هاي ماركة السوكا ممتازة. اكو ماركة اللي هي سينانجيل من 1963 مالتهم الطحين. شوف هسه هذا الكيلو مالته سعره 19.50 جرام. هذا ال 2 كيلو 37.90 جرام. كل ما تاخذ اكثر كميه كل ما يقل. شوف هسه هذا السعر مالته 18.95 للكيلو، هنا 19.50. اكو فرق بيناتهم. كل ما تزيد الكميه، مثلا هسه هذا 5 كيلو صار 15.98 الكيلو. اكو فرق يعني 4 ليرات. تشوفون اكو فرق بالاعداد. هذا التمن هيجي. هذا السميد هواي انواع. اكو كان عندهم حتى التمن شنو كان عندهم طحين فقط خاص للبيتزا. الطحين خاص للبيتزا هذاك طحين محسن فشي خرافي. شوفوا لي كمية البودينج والمال الشغلات مال التزيين مال الكيك وهاي السوالف. شوف هاي العصارات او هاي هواي شغلات هواي. الفانيليا السائلة بأنواعها أنا دائما أجيب من عندهم. السعر مالتها 20 و50 قرش. هذا من دكتور أوتكر، ممتازة جدا هاي الماركة. هاي أنواع الشوربات بكل تفاصيلها، من كنور أكو ماركات تركية هواي يعني ما تتخيلها أنت. شوف الفطر. طبعا الفطر أنا أشتري من البازار أرخص. هذا الطماطة سعرها 33 ليرة ما شاء الله. اكو هواي انواع للطماطم. مثلا هذا سعرها 30. الخيار مع اللبيب بهذا الشكل. اللوز طبعا كل شيء سعره. هو جايبين شو اسمه القرع موسم الهالوين وغير الهالوين. الفلفل باشكاله والوانه. الكوسه هذا الكوسه سعرها 25 ليره. البيتنجان مو هالقد. خضروات يوميا عندهم ما شاء الله فشي خرافي. انا اريد فواكه. الليمون عندهم هذا اللهانه. عندهم هذا الجزر الاسود. الجزر سبحان الله. هذا الجزر الاسود سعره 14 ليره. الفواكه خلينا نروح نشوف الفواكه. لا كارمنتينا ماندرين الكيلو ب 14 ليرة. يا ويلي بالبازار ايش قد رخيص لعب. الشكل مالته هذا تقدر تلقط، هذاك ما تقدر تلقط. اكو فرق يعني. كلش ممتاز الشكل مالته سبحان الله. هذا العرموط. اكو هذا النوعية الثانية من هذا يصير صغار. ليش ما احبه ما ادري، لانه بالتكشير يصير صعب. مال البرتقال هذا اعتقد مستورد، هذا مو تركي ما اعرف. البرتقال ما شاء الله فخامة. البرتقال سعره 22 ليرة. جرين فروت عندهم هاي هذا العرموط. عندهم التفاح بيش 18 ليرة. هذا التفاح والله مضرب. هذا القرع بكل انواعه واشكاله. هاي يبيعوه بالحبة ما شاء الله. الفيديو راح يصير 1,000,000 دقيقة.
هذا البوتيتا الحلوة، سووها شبس أو غير شبس. هاي سعر الكيلو مالتها 40 ليرة.